بعد ما اتعلمنا مع بعض الانتراكتيف element، تعالوا مع بعض نبتدي ان احنا نشتغل على بعض العناصر من الفورم انبوت. هنبتدي ان احنا نروح نجيب كده التشيك ليست الخاصة بيها الفورم انبوت اهي، ناخدوها كده كوبي ونبتدي ان احنا نحطها جنب منطقة العمل بتاعتنا عشان نبتدي كده منظمين من الاول. نبتدي زي ما عملنا في الانتراكتيف element ونظمنا العناصر، هنبتدي بالمثل ان احنا نمشي على التشيك ليست بتاعتنا ونعمل الفورم انبوت. هنبتدي مع بعض ان احنا نعمل التكست انبوت، وهي حقول الادخال اللي بيكون فيها كتابة زي الحاجات دي. فاول حاجة انا ببتدي ان انا اعملها طبعا احط الجايد بتاعتي اللي اوت جايد، بعد كده كولوم، بعد كده بختار ان هي 4، بسيب يمين وشمال، ببتدي ان انا اسيب 16 ونخليها برضو بالمثل هنا 16. بعد كده ببتدي ان انا لو عايز اعمل حاجة زي دي ببتدي ان انا اجيب اداة الكتابة، وليكن اول حاجة ممكن اقول هتكون اليوزر نيم بالشكل ده. بعد كده ببتدي ان انا اصغر طبعا الكتابة، طبعا التايتل بيكون ان هو يا اما 14 يا اما 16. انا هخليه وليكن 16 بالشكل ده. هبتدي اقلل الفونت ويت الخاص بيه شوية، ولنفترض سيمي بولد. بعد كده ببتدي ان انا الاين واركز طبعا في المحاذاة بتاعتي وكل حاجة. بعد كده ببتدي زي ما كنت ان انا بعمل في الانتراكتيف كومبوننت بعمل البوتونز، فهو بنفس الطريقة. يعني ببتدي اجيب فريم، بعد كده ببتدي انا احدد المنطقه اللي هيكون عليها الانبوت، فمعنى كده ان انا غير متحكم في الويتس، يعني معرفش الويتس هيطلع قد ايه، انا بس اخدت كارشادات عامه ان هو هيكون في نطاق الاربع عواميد. اللي جوه ارادتي وهو الارتفاع، نفس ارتفاعات البوتونز هي نفس ارتفاعات الانبوتس. وللتذكير كنا كاتبينهم اهو مع بعض، هي نفسها، بس طبعا ما بنستخدمش الصغيرين، فبنبتدي ان احنا نستخدم المجموعة الأولى والمجموعة التانية. ابتديت ان انا رحت كده حطيت ان الارتفاع 48، وهبتدي برضو ان انا اديله فيل. حتى لو هو هيبتدي ان هو ان انت عايزه ابيض ومتماثل مع لون الخلفيه، ولكن خليك في السيف سايد، خليك كده في منطقه الامان، خلي ان دايما بتديله فيل عشان لو اديته شادو او حاجه ما يبتديش ان هو يعمل لك مشكله. بعد كده هبتدي ان انا اخليه برضو كده ملتف من الحواف. بعد كده هبتدي ان انا اديله ستروك، وهبتدي ان انا افتح كده الستروك شويه. وطبعا انا ممكن كمان الستروك ده عشان منطقه الستروك دي فيها جراي وفي منطقه صغيره، فانا ممكن اخلي ان جنبي هنا الالوان اللي انا استخدمتها واقرب كده من منطقه الجراي دي، وابتدي ان انا ابيكه عشان لو هعمل انبوت تاني او حاجه فاخده بيك من هنا على طول. وطبعا بيبقى في طرق كتيره ان انت اصلا تحفظ بيها الالوان بتاعتك. بعد كده هبتدي ان انا اشوف ايه العناصر اللي ممكن تكون جوه الانبوت قبل ما ابتدي ان انا ارصص اي حاجه. هلاقي مثلا ان هو كاتب لي انتر يور ايميل او انتر يور يوزر نيم او ايا كان، فانا هنا هكتب اهو، هاخد من ده كوبي في البليس هولدر. البليس هولدر بيكون برضو 16 يا اما 14، وممكن يوصل في بعض الاحيان انت تعمله 12 على حسب التايبوجرافي، فانا هخليه 14. وهنا هقول له انتر يور يوزر نيم. بعد كده هبتدي ان انا اخليها درجه من درجات الجراي، وطبعا حتى درجات الجراي اللي في البليس هولدر ممكن حتى احفظ الدرجه بتاعتها، بس دايما افصل كده الجريد عشان عينيا تشوف هل هبتدي ان انا اشوفه ولا لا. تمام، وليكن مثلا كده. بعد كده هبتدي انا هقف على المربع ده ابيكه برضو معايا عشان لو عايز ابيكه في منطقه معينه. وكده كده اصلا هناخد بعد ما هنظبط ده هناخده اصلا كوبي في ان انت تعمل بيه اي انبوتس تانية. بعد كده هاجي على ده هبتدي انا اخليه اقلل كده الادراج بتاعه شويه شويه ونفترض ميديوم. بعد كده اخليه في السنتر. بعد كده بتشيك المسافه دي جوه ارادتي، فببتدي ان انا اخليها كده وليكن 16، مفيش مشكله 16 او 12. تمام، بعد كده بمسك ده مع ده واعملهم مع بعض اوتو لاي اوت، وببتدي ان المسافه دي يا اما بعملها ان هي 8 يا اما 4. فابتديت ان انا خليتها اهي، خليها ان هي 8 زي ما هي. بعد كده
لقيت نفسي إن أنا بكل سهولة خلّصت الinput اللي في الأول. طبعًا ممكن بعض الinputs يكون إن هي فيها icons، يعني ممكن أكون إن أنا هنا عايز أحط icon، دي سهلة جدًا، يعني ما فيهاش أي صعوبة. يعني مثلًا ممكن أعمل كده، ومثلًا أروح أجيب أيقونة الإيميل سريعًا. جِبت أيقونة الإيميل عشان لو هنعمله الإيميل بدل الuser name، وجِبت برضه علامة الprofile عشان لو هنعمل هنا برضه enter your user name. وبكل سهولة أنا بابتدي إن أنا لو عايزها هنا بكل سهولة بامسك الأيكون دي، وبابتدي إن أنا أتأكد إن هي جوّه الinput ده، باخدها كده control X وأدبل كليك كده كتير لحد ما أوصل للجزء ده. بعد كده باعمل كنترول في وأتأكد إن هي في المنتصف، بعد كده أتوجل كده أماكنهم، وأتأكد إن المسافات هنا 16 12 12، وكمان ممكن أخلي الداير ما يدور قد بعض. يعني لو دي 12 ودي 12 يفضل إن دي تكون إن هي زيها، ولكن عادي لو سبتها حتى كمان 16. بعد كده ببتدي إن أنا أقرب بقى منها التكست ده، بشتغل برضو 8 بوينت جريد، هي أكيد مش البعد ده. فأنت بتبتدي إن أنت أكيد في الأرقام الصغيرة، يعني أكيد ليست البعد الكبير إن يبان إن هو بعيد عن الأيكون. فممكن نخليها 12 بالشكل ده، وممكن أخلي الأيقونة دي إن هي درجة من درجات الجراي وليكن مثلا كده، وتكون أعلى إدراكا من الكتابة. بعد كده بخليهم مع بعض أوتو لاي أوت بالطريقة دي. وطبعًا قبل ما تبتدي كمان عملية التصميم، ويمكن أنا بأكد عليها، إن أنت لازم تعمل من على Pinterest تغذية بصرية. فضروري إن أنت تكون بتتفرج كتير على الأمثلة المختلفة، ولكن ابتدي إن أنت تختار برضه الحاجات السهلة اللي ما يكونش فيها تلاعب كتير، عشان تقدر إن أنت توظّف فيها كل الحاجات اللي أنت اتعلمتها في البداية. زي مثلًا الreference ده، فأنا ابتديت برضه إن أنا حطيته من ضمن العناصر اللي عندي. طيب، لو بصينا هنا في الريفرنس ده، فهو فعلا حاطط الايكون جنب البليس هولدر اللي هو الكلمه التعريفيه او الداتا. بعد كده ببتدي ان انا بعد ما بخلص واحد مبروك عليا بقى الباقي، يعني ببتدي ان انا هنا يوزر نيم، هنا بخليها على طول ان دي الباسورد بالشكل ده. بعد كده ببتدي ان انا اجيب علامه الاف اللي هو ده كنترول سي. بعد كده ببتدي ان انا احطها هنا اهو وابدل. يعني دي بقى فايدة الأوتو لاي أوت، وأجي عند سيلكشن كولر وأبتدي إن أنا أحط نفس لون الأيقونة دي، وأبتدي طبعا أنا أشيل الأيكونز القديمة. بعد كده أغير الداتا enter your password بالشكل ده. فبلاقي نفسي ان انا عملت التو انبوت بالطريقه دي. بعد كده ببتدي خلاص بقى ان انا ايه، اشوف باقي الحاجات اللي انا ممكن ابتدي ان انا اتدرب عليها او ان انا اوظفها في حته الفورم انبوتس. زي مثلا لو ابتدينا احنا هنا التكست انبوت تمام، دي كده خلاص. التكست اريا نفس الكلام، بس ببتدي ان انا اكبر الهايت. تكست اريا دي يعني مثلا نفترض لو انا بخلي شخص يكتب ديسكريبشن او حاجه معينه. وممكن تعالوا كده نبتدي ان احنا برضو نحط علامه العين في الباسورد ده، بحيث ان احنا ممكن نبتدي نقفل سكرين ساين ان و ساين اب، ونكون ان احنا بنمرج ما بين الانتراكتيف كومبوننت وال الفورم الانبوتس اللي احنا بنتعلمها مع بعض، بحيث ان احنا نطلع بناتج في النهايه. هروح كده اجيب علامه العين اهي، علامه العين كنترول سي. طبعا الايقونات ممكن تستخدمها 24 في 24 او 20 في 20، مفيش مشكله خالص. بتاكد ان انا هنا، بعد كده بعمل كنترول في. بعد كده باجي عند سelection color عشان اختار كل مقاطع العين مع بعض، وابتدي على طول ان انا اخليها نفس العين. بعد كده نفس المسافات اللي انا عملتها هنا اهي، ببتدي برضو ان انا اعملها في الناحية التانية اهي 12 من كل الجوانب. فبلاقي نفسي بكل سهولة ان انا خلصت اهو نوع انبوت من نوع يوزر نيم، ومن النوع اللي هو الباسورد. بعد كده تعالوا برضو نبتدي نشوف التكست اريا ممكن تكون بتتعمل ازاي. التكست اريا بتكون انبوت عادي، ولكن الهايت بتاعه بيكون ان هو اعلى.
في إن أنا ممكن أبتدي إن أنا أكتب كتابة كتيرة، يعني ساعات بتكون إن أنت عايز إن الشخص ده يكتب ولنفترض نبذة عنه أو يكتب إيه الشكوى بتاعته أو أيًا كان، فأكيد مش هتخلّيها إن هي input صغير، فبتضطر إن أنت تعمل input ولنفترض أشبه بده في إن هو يكتب براحته بداخل الinput. تعالوا كده مساحة العمل. فكل اللي أنا بابتدي إن أنا أعمله، أنا برضه بافتح الgrid بتاعتي، وبابتدي إن أنا أظهر كده الgrid أهي. بعد كده بابتدي إن أنا أجيب الframe، وأبتدي إن أنا أحدد الarea اللي أنا عايز فيها الكتابة، وليكن أنا باعملها ضعف المنطقة دي، يعني مثلًا دي الارتفاع 48، فباجي في الارتفاع هنا وباعمل 48 في 2 على طول لو أنت مش عايز إن أنت تحسب. وبابتدي إن أنا ممكن أcopy كمان الstyle اللي هنا right click، بعد كده copy عشان ياخد اللون وياخد كل حاجة، copy properties أو طبعًا shortcut control alt C. بعد كده باجي هنا باعمل control V، فبالاقيه إن هو نزل بالطريقة دي. بعد كده بابتدي إن أنا آخد الplace holder أهو، باخده من اللي فوق، وبابتدي إن أنا أكتب هنا enter your مثلًا enter أيًا كان بقى الحاجة اللي أنت عايزه إن هو أصلًا يكتبها. enter your مثلًا message بالشكل ده. وطبعًا زي ما اتفقنا إن أنت أصلًا ممكن تكسر القاعدة بتاعة الكتابة وتصغّرها، ونبتدي إن إحنا نضبّط بقى إيه الأبعاد بتاعتنا، وليكن نخلّيها مثلًا 16 ما فيش مشكلة. ودي كده باختصار الtext area ما فيهاش أي حاجة. تعالوا برضه نبتدي إن إحنا نعمل عليها check من فوق. تعالَ نتعرّف على الdrop down menu. drop down menu دي معناها إن بيكون عندي زي input كده، الinput ده بابتدي من خلاله إن يطلع لي مجموعة من الاختيارات، سواء إن هو بيسمح ليّا إن أنا أختار اختيار واحد أو عدة اختيار. فبابتدي إن أنا أعمله برضه بكل سهولة. نجيب كده مساحة العمل اللي فوق دي، ونشوفه إزاي هيبتدي إن هو يتعمل. وخلّي بالكم هنا ده بيكون ليه حالتين، يعني حالة ما قبل الاختيار وحالة ما بعد الاختيار، وأيضًا الحالة الأساسية وهي لحظة الاختيار، يعني القايمة المنسدلة ساعة ما بتنزل. أنا بابتدي ولنفترض أبتدي أجيب الinput بالشكل ده، ممكن طبعًا جوّه ما يكونش فيه icon أو أيًا كان، خلّينا إن إحنا نمسح الicon أهي. جِبت الكتابة، وتعالوا حتى نعملها نفس الكلام. هنا هاكتب industry أهي. هنا هاكتب برضه select أهي. هنا طبعًا أيًا كان باكتب له select your industry، select your favorite مثلًا countries، أيًا كان الحاجة اللي أنت هتبتدي إن أنت إيه تكتبها يعني. طيب بعد كده هاروح أجيب سهم زي ده. هاروح كده في الأيقونات نجيب الarrow بتاعنا ده أهو، هاخده control C وهابتدي أنزل تحت. بعد كده هاحط السهم بتاعي. وطبعًا هاروح طبعًا أجيب نفس لون الحاجات اللي فوق دي، هاجي عند selection color عشان يكون الicons طبعًا كلها لون واحد. وطبعًا بيبقى في طرق كتيرة لحفظ الicons، يعني خلينا متفقين على كده. بعد كده هاخلي نفس البُعد اللي إحنا متعارف عليه 16 أو 12 أهي. خليتها 12 عشان يبقى داير ما يدور كده 12 بالشكل ده. ولقيت نفسي إن أنا خلصت الحالة الأولى، وهي الinput الأساسي الخاص بالdrop down menu. طيب لو بصينا بقى في القايمة المنسدلة دي سهلة جدًا، ده أنت كمان ممكن تاخد check box من interactive component وتبتدي إن أنت تحطه كمان معاك في القايمة المنسدلة. تعالَ كده نروح نجيب check box. بُص بقى فايدة إن أنت منظم الحاجة بتاعتك، إن أنت بتروح كده للجيران تمام، وتاخد كده حالتين وليكن الحالات دي. وطبعًا عايزك تنظّم بنفس الطريقة، يعني هيبقى شرط كده إن إحنا مثلًا ناخد الcertificate أو إن إحنا نقول إن أنت اتعلمت إن أنت طبعًا تنظّم وتذاكر بالمثل. هابتدي إن أنا أحط كده الinputs بتاعتي جنب مساحة العمل أهو. بعد كده هابتدي أجيب
واحد فقط وليكن الاساسي ده. وهابتدي ان انا اجيب بعض الاختيارات. بص انا باخد يعني على طول باخد اصلا لو لقيت حاجه جاهزه باخد منها اصلا كوبي. تمام. بعد كده اغير طبعا اللون، يعني بشوف اللون الاختيارات ممكن هيبقى معايا عامل ازاي. بعد كده تعالوا كده نكتب شويه حاجات من هنا. هبتدي ان انا طبعا لو اول حرف كابيتال وان هي بتبتدي على طول من الشمال فاتاكد ان هي من الشمال. وباجي عند السيتنج ببتدي ان انا اختار ان اول حرف كابيتال بالشكل ده، بحيث ان انا بقلل اصلا خطوات بعد كده عليا. بعد كده هكتب اهو ترافل. ادي كده اول حاجه. تمام. وبعد كده ببتدي ان انا اشوف برضو الكتابه التانية وهي الفود. خليها الفود فقط، يعني مش لازم نكتب الكتابه كامله. بعد كده مثلا نخليها education بالشكل ده. بعد كده بنبتدي other بالشكل ده. بعد كده بنبتدي بقى نظبط واحده واحده. يعني انت لو مذاكر الاوتو لاي اوت، طبعا باكد ضروري ان انت تكون اصلا مذاكر الاوتو لاي اوت عشان تفهم اللي انا بعمله حاليا وعشان تستفاد من مجموعه الفيديوهات دي. بعد كده طبعا ده زي ما اتفقنا 24 في 24 او 18 في 18 او 20 في 20، بس خليها 24 في 24 مفيش مشكله. خليتهم مع بعض اوتو لاي اوت، ظبطت المسافه ما بينهم بالشكل ده اهو. بعد كده هبتدي بقى ان انا اخد المنطقه اللي هيكون فيها الدروب داون منيو دي ان هي كانها ريفرنس ليا. تعال نخلي الكتابه دي بره اهي شويه كده، نسيبها كده بره شويه لحد ما نخلص الحاجه اللي جوه. طيب انا ببتدي ان انا افرد اهو الاوتو لاي اوت الخاص بالعنصر اللي في الاول. تمام. او ان انا ما عنديش مشكله، يعني انا بص ممكن اعمل ايه، يعني ممكن اجيب لكم اكتر من طريقه. يعني تعالى كده ناخد دي كوبي ونجرب كده نجيبه بس واحده مسانده معاها اللي هي الفوت اهي حاططها هنا. وتعالى نجيب التالتة بالمره education وما جاتش على الرابعه اللي هي الازر اهي بالشكل ده. وبعد كده ببتدي ان انا اخدهم كده مع بعض كلهم اوتو لاي اوت، انظم المسافه ما بينهم. ابتدي ان انا اتاكد ان انا بص كده خلي بالك دي لونها الخلفيه مش بيضه، دي اصلا ملهاش لون. فانت لازم اي حاجه تديها لون بالشكل ده. واديها حتى شادو عشان عينيك تجيب منطقه الاوتو لاي اوت. او ممكن تديها ستروك، يعني احنا لو بصينا هنا هنلاقي فيه زي ستروك كده بسيط. فانت ممكن تيجي هنا تدي ستروك كده بسيط. وممكن حتى تاخد نفس درجه الستروك اللي في الانبوتس اللي فوق. كنترول سي. بعد كده هاجي هنا هبتدي خلي بس انا هخلي الستروك اوتسايد. بعد كده هخليه اللون بالشكل ده اهو. بعد كده ببتدي ان انا اسحب بكل سهوله، خليه على قد المنطقه بتاعتي. وهخليه برضو ان هو الراوندد كده زي اللي فوق، يعني تبقى الحواف ملتفه اهي. بعد كده هبتدي ان انا اشوف ان انا لو عايز مسافه فوق وتحت. وطبعا الجزء اللي انا بعمله ده ليه اكتر من طريقه، بس انا بوري لك الطريقه الاسهل. هنا اهو خليت ان في مسافه فوق وتحت 8 او 16 او 12. بعد كده هبتدي ان انا عايز مسافه تامينيه هنا. فمجرد ان انا باجي هنا وبدي مسافه تامينيه بالشكل ده فبلاقيها ان هي اتظبطت معايا. دايما بكون حريص ان لو فوق 8 يبقى هنا كمان 8 زي الفل. بعد كده بحطها تحت الاريا بتاعتها بكبرها بالشكل ده. وطبعا هي دلوقتي بقت على مستوى الويتس ان هي فيكسد، لان انا شديتها بايديا حددتها عشان يبقى من هنا انا سايب رقم معين ومن المنطقه التانية سايب. يعني تعالوا كده نظبط برضو المسافات. هنا اهو هنا سايب 16 وهنا سايب 16 لا يصح الا الصحيح. تعالوا برضو نتاكد من ده 16 16 زي الفل. بعد كده ببتدي برضو ان انا اديله شادو. باجي بقى هنا الافكت والشادو خلي بالكم برضو بيكون ليه قوانين. تمام. بعد كده صفر صفر اهو لقيت ان الشادو اتظبط معايا. ممكن اقلل الكثافه اللونيه بتاعت الشادو شويه. بعد كده هيجي هنا اهو خليتها وليكن 12 بالشكل ده. نمسح كده اي حاجه زي ده او خلي معانا ده لان احنا عايزين نحدد ان في منطقه ان هي سيلكتد. تمام. طيب فلقيت ان هنا اهي دي كده الحاله ما قبل كمان الاختيار.
تمام، يعني دي كده الحالة كمان اللي قبل دي، فلقيتها إن هي إيه خلصت بكل سهولة. وطبعًا أنت هنا لو حاسس إن الinput أو الcheck box صغير، فأنا زي ما قُلت لك أنت براحتك، يعني ممكن تصغّر أكتر من ال24 تخلّيها إن هي 18 أو 20. طب يا باشمهندس إحنا حاسين إن المسافة هنا أصغر، عيش حياتك، أنت الreference فقط أنت بهدف إن أنت تعرف ترتيبة العناصر، ولكن أنت designer غيره، يعني أنت أصلًا ممكن تطلّع أصلًا design أحسن من اللي هو كمان إيه عامله. طيب لو أنا عايز حاجة متحددة فبكل سهولة أنا باخد copy أهو، آجي على أي واحدة أهو، وخلاص باقول إن دي كده اللي متحددة معايا في الdrop down menu. طيب باشمهندس لأ، إحنا عايزينها إن هي تكون متحددة المنطقة المتحددة معمول لها highlight بالشكل ده. دي برضه سهلة جدًا، يعني هي ما فيهاش أي حاجة، يعني أنت كل اللي عليك إن أنت بتدخل جوّه الauto layout ده تمام، وبدل ما هو كان إن الheight بتاعه على قد العناصر بالضبط، فأنت بقى بتكبّر الheight. يعني إيه بتكبّر الheight؟ يعني بتبتدي إن أنت أهو كبّرت الheight بتاع العنصر، وليكن مثلًا هتقول لي أنا هاخلّي إن التحديد الواحد أو الارتفاع الواحد إن هو 40 تمام. طيب وطبعًا أقصى حاجة ليه هي هتكون الcontainer الأساسي، فلو جيت عند الwords هنا عملت fill فعلى طول هيملأ المنطقة. بأكد تاني راجع الauto layout. طيب آآ بعد كده هاجي عند المنطقة دي، عايز أحط بقى هنا إيه، مسافة تأمينية، فهابتدي آجي هنا حطيت أهي مسافة تأمينية. بعد كده باجي عند المنطقة التحديدية دي، وباجي عند الfill بابتدي إن أنا أحط اللون الأخضر اللي أنا عايزه، تمام، اللي هو الفاتح زي اللي هو عامله ده. وبابتدي إن أنا بقى أفتّحه شوية، أو ممكن على طول طبعًا لو أنت عايز تبِك نفس الألوان بكده، بس أنت عشان عامل درجة أخضر هنا مختلفة، فأنا هاجي هنا عند الlightness نبتدي مثلًا إيه نفتحوها كده شوية شويتين، ونبُص برضه كده في الreference هو هنا عاملها لحد الآخر، ده معناها إن هو لاغي الborder radius الجنب ده، فده طبيعي يعني أنت ممكن تعملها. يعني ممكن تيجي هنا وتقول لي والله أنا مش عايز أحط مسافة يمين وشمال، فهتلاقيها إن هي اتعملت زي الreference بالضبط، إن هي بُص ابتدت تطلع بالشكل ده، تمام. فده عادي جدًا إن أنت لو عايز إن أنت تعمله. طب باشمهندس باقي العناصر باظت، لأ هي ما باظتش، ضبطت واحد ابتدي إن أنت duplicate الواحد ده، تعالَ عند ده، يعني duplicate بس مرة واحدة دلوقتي، خلّي إن الbackground بيضا، وهات الcheck box ده حطه هنا أهو، هاته هو مكان اللي جوه، شيل ده. بعد كده ابتدي قُل له دول كده مع السلامة، طلّعهم بس برّه. بعد كده duplicate الكلام ده كله. بعد كده خُد فقط الكتابات بتاعتهم، يعني أول حاجة كانت الtravel، بعد كده خُد إيه، بعد كده الeducation، بعد كده الother، بعد كده تم. يعني أنت بتلاقي بالطريقة دي إن أنت خلاص ابتديت إن أنت عملت أهي الinput بتاعك بالdrop down كمان menu بتاعته في كل الحالات. فالموضوع سهل جدًا، يعني أنت كل اللي أنت عليك إن أنت تتعلم بس Figma، تعرف techniques بتاعة الauto layout، بعد كده تبتدي إن أنت تعمل كل عنصر على حدة مع التغذية البصرية. وبكده نكون إحنا خلصنا الدروب داون منيو. تعالوا كده نشوفوا الديت بيكر انبوت ده سهل جدا برضو. كل اللي عليك تعالى كده نبتدي ننزل ده كده تحت، ان انت هتبتدي ان انت مثلا ولنفترض هنا select، او هنا مثلا birthday، ايا كان هتكتب ايه select date ايا كان. هنا طبعا ممكن ما يكونش كمان في الايكون، هاسويتش كده ما بينهم، سيلكت الاتنين. يعني انا بدور على اسهل حاجه ممكن اعملها عشان ما اضطرش ان انا ابتدي ان انا اظبط المسافات من هنا تاني. او حتى لو فيها ايكون يعني كان ممكن نسيبها بالايكون. ونبتدي ان احنا نجيبه الايقونه بتاعه الكالندر، يعني ممكن لو جبنا دي اهي. بعد كده هبتدي ان انا تعالوا حتى ناخد نفس الانبوت اللي فوق، يعني انا مش عارف احنا ليه شلنا الايكون بس ماشي مفيش مشكله. نبتدي ان احنا نحط الايكون بتاعتنا، ضروري ان احنا من سelection color نغير نفس الايقونات عشان الكونسيستنسي، ونبتدي ان احنا نحط نفس اللون، نشيل ده. وهنا هكتب select date
تمام، فمجرد إن هو وهنا هاحط البيرث ديت بتاعك. بعد كده مجرد ان هو يبتدي ان هو يتك على الانبوت ده، هيبتدي ان هو يطلع له الكالندر. الكالندر دي زي النتيجة اللي بيكون فيها ان انت بتختار شهر او يوم ميلاد معين، ولكن انت ما بتصممهاش. يعني مش شرط ان انت تصمم الشكل بتاع الكالندر ذات نفسها. كده كده بيكون في كيتس خاصة بالاي او اس وكيتس خاصة بالاندرويد، فبيبتدي ان هو يطلع لك الديفولت الخاصة بيها. كل اللي عليك بس ان انت تكون بتنوه ان هنا هيكون في كالندر بتطلع. وبالفعل هو كده كده يعني الديفلوبر اللي بيكون شغال وراك هو اصلا بيبقى عارف ان هنا هيكون في كالندر هتبتدي ان هي تطلع، فبيجيبها لك بطريقه نيتف من الكومبوننت الجاهزه عنده هو. تعالوا هنا نروح للقائمة المحفظة بتاعتنا. بعد كده نتك على ديت بيكر ده خلاص، يعني ما فيش فيه مشكلة أصلا خالص. الاستبر يعني إيه أصلا الاستبر؟ الاستبر ده معناها إن أنا ببتدي إن أنا أعمل زي أرقام بتبتدي إن هي تتغير بالطريقة دي. والموضوع هنا سهل جدا. ده بتستخدمه ولنفترض لو انت عايز تزود كمية منتج معين او بتحدد، ولنفترض حد بيقول لك انت محتاج كام حاجة او دخل رقم الايتمز اللي انت عايزها ايا كان، فبتبتدي ان انت تعمل ماينس وبلس اللي هو الزائد والناقص، وفي النص الارقام بتبتدي ان هي تتغير. طب ايه الكلام ده ازاي يعملوه؟ الكلام ده مش هياخد اصلا منك وقت. كل اللي انا بروح ان انا احضره، بجيب علامة الزائد والناقص بالشكل ده كنترول سي، واروح على منطقة العمل بتاعتي اهي. و هم طاروا ليه طاروا ليه؟ تعالوا كده نرجع على منطقة العمل بتاعتنا نحددها عشان متتوهوش. بعد كده كنترول في، تعالوا بقى نجيبهم هنا قريبين. بعد كده بشوف حاجة زي كده هتبتدي ان هي تتعمل ازاي. انت لو لاحظت اصلا هي الموضوع مفهوش اي حاجة، يعني هو زائد وناقص. تعال بقى نغير لون الايقونتين بحددهم كده. بعد كده باجي عند سيلكشن كولر بفصل اي لون لو هي كانت ورثاه من حتة تانية. بعد كده ببتدي ان انا بك اللون بتاعي اللي انا عايزه بتاع الزائد والناقص. بعد كده ببتدي برضو نفس الموضوع، يعني بجيب اريا نفس الموضوع اللي فوق اهو. ببتدي طبعا ما ينفعش اي رقم، يعني انا ببتدي برضو ان انا اقفل الارقام انا عارفها. مثلا 48 في 48، او مثلا 40 في 40. ودايما اعمل الريشيو دي بحيث ان هي تبتدي ان انت طول ما انت بتغير الويتس يتغير مع ال الهايت بتاعك. بعد كده بروح اجيب نفس الستايل اللي فوق ده، رايت كليك، بعد كده كوبي بروبرتيز عشان يدي نفس الافكتات ونفس كل حاجه. بعد كده بعملها بالشكل ده. بجيب اداه الكتابه بكتب ولنفترض رقم 20، باحطه كده واقول ان ده ممكن يبقى 16، بخليه في نص المنطقة بتاعتي. بعد كده ببتدي ان انا احط ده مع ده مع ده واخليهم اوتو لاي اوت مع بعض، فبلاقي ان هي اتظبط بكل السهولة دي. طبعا ساعات ما بيكونش الفريم ده باين تمام، ولكن انا ببقى مأمن نفسي ان في منطقة معينة محتوية الارقام في المنتصف. يعني دايما بكون لازم اتاكد ان الرقم ده في المنتصف. تعالوا برضو ان احنا نخليه هنا دايما في المنتصف، عشان لو اتغير ما ابتديش ان انا تشيك كل شويه الارقام او المسافات حوالين الرقم ده. وساعات ان انت طبعا بتلاقي ان هو مختفي، يعني بتلاقي ان الفريم ده هو موجود بس مختفي بالشكل ده. نيجي مثلا للستروك بالشكل ده. ومهما بقى ان انت تغير الرقم هو بيظهر في السنتر بالشكل ده، ومفيش اي حاجه فيه بتتهز او تتغير او اي كانت الحاجه ايه. والاوتو لاي اوت اصبح ان هو سهل معاك. وطبعا دي ممكن تعملها زي بوتون كمان، يعني ممكن تديها فريم وتديله شادو او تغير لونه زي هنا، او ان انت تعمل الطريقه دي. ده سهل جدا، يعني مفهومش ايا كان الحاجه يعني او الصعوبه. يعني مثلا لو احنا عايزين نعمل حاجه زي ده، فكل اللي عليا ان انا ببتدي ان انا اديها فيل اهي، بديها اللون الابيض وليكن اهو في الابيض. تمام، بعد كده باجي بديها الراوند اهي. بعد كده بديها الافكت بالشكل ده. بعد كده بقلل الافكت شويه. بعد كده بخلي وليكن مثلا خليه بس هنا 2. تمام، وبلاقيها ان هي شبه ان هي بتتحول للحاجه اللي انا عايزها. طبعا ده سهل جدا، ده مفهوش اي حاجه. يعني انا ممكن بكل سهوله اجي هنا واقول لك والله انا عندي زرار، الزرار ده 32 في 32 بالشكل ده، وتعالى هعملها لك بنفس الالوان.
تمام، ممكن طبعًا أعملها بالauto layout وأهي بكّيت اللون. بعد كده هات الزائد بتاعتك حطّها هنا، حطّها في الcenter. بعد كده روح خُد اللون اللي أنت عايزه. تمام، مثلًا كده، فبتلاقي أهي الزائد اتعملت، هو هنا عاملها rounded أهي عملتها rounded زيه. بالمثل الminus باجي هنا باجيب الminus control C، باجي هنا أعمل control shift R عشان replace. بعد كده بابتدي إن أنا أpick اللون بتاعي مكان الجراي أهو، أجيب الدرجة الحمرا دي. طبعًا ما ينفعش إن أنا باpick كده بطريقة عشوائية، يعني طبعًا زي ما اتفقنا الألوان بيكون أصلًا ليها قواعد، يعني أنا في الشغل أكيد ما بابيكش بنفس الطريقة، أنا بس عشان أعرّفك إزاي تعمل الstepper ده أو الcomponent ده، بغض النظر طبعًا عن قواعد الألوان الخاصة بالUI designer. بعد كده هاجي عند المنطقة الخضرا. بعد كده هابتدي إن أنا آجي عند الfill أهو، أحط مثلًا اللون ده، فبالاقي نفسي إن أنا خلّصتها. مجرد إن أنا لو أخدت من ده copy أهو، عشان لو عايزين نرجع للقديم أو حاجة، نشيل ده وآخد ده نحطه هنا ونشيله ده. وباجي طبعًا هنا أضيف بقى مسافات يمين وشمال، أضبّط المسافات بتاعتي، فبالاقي إن هي وضروري إن أنا أخلّيها طبعًا دايرة ما يدور قد بعض، هنا 4 هنا 4، يبقى هنا يُفضّل إن دي تكون إن هي 4 بالشكل ده. فبالاقي نفسي إن أنا خلّصت الstepper بكل سهولة وبكل أريحية باستخدام حتّة الauto layout. تعالوا نعرف مع بعض الفايل ابلود فيلد، وهو الحقل الادخال اللي من خلاله بحدد لليوزر ان هو يبتدي ان هو يابلود حاجه معينه، سواء ان انا عايزه يابلود مثلا نفترض البطاقه الشخصيه بتاعته او صوره او ايا كان الحاجه اللي انا حابب ان هو يعمل لها ابلود. وطبعا بيكون ليه يعني اكتر من ميكانيزم واكتر من شكل. يعني احنا لو فتحنا مع بعض البنترست وكتبنا فايل ابلود انبوت او ايا كان، هتلاقوا اكتر من شكل، سواء ان هو بيختص بيه ان في حاجات بتبقى خاصه بالويب سايت او حاجات خاصه بالموبايل، لان طبعا بيبقى في بعض التكنيكس في الموبايل ما بتكونش ان هي، او بمعنى اصح متاحه في الويب بسهوله. ان انا مثلا ولنفترض بدراج دروب مجموعه من العناصر بيكون سهل ليا في الويب وممكن يكون صعب في الموبايل. بيبتدي ان هو يتطرق ان يكون في بعض التغييرات اللي موجوده في التصميم. ولكن تعالوا ان احنا نعمل ابسط المواضيع. يعني لو رجعنا كده لمساحه العمل بتاعتنا وبصينا مثلا هنا، احنا ممكن نقتصر ان الانبوت عندنا لو احنا مثلا بنعمل ساين اب وعايز ان هو يرفع مثلا صورة البطاقة بتاعته، فانا كل اللي انا بعمله انا ممكن اعمل الانبوت بالشكل ده، وان يكون مجرد ان هو بيتك على الانبوت بيبتدي ان هو يفتح له الجاليري بتاعه ويبتدي ان هو ياتاش الفايلز بتاعته. وممكن تحط طبعا زرار الابلود، مفيش مشكلة خالص. تعالى برضو ايه نعمله سريعا معانا. هنا مثلا ابلود او ايا كان، هنا upload your photo مثلا او attach your photo ايا كان. بعد كده هبتدي ان انا اروح اجيب مثلا ايكون، سواء مثلا علامه الايكون، او لو انا بقول له ابلود يور دوكيمنت مثلا ممكن اروح اجيب علامه الشكل ده اللي هو شكل الدبوس بتاع الورق. بعد كده بروح على الحقل بتاعي الانبوت بتاعي، وابتدي ان انا اغير اللون للون بتاعي بالشكل ده. ودايما انا عايزك يعني تدرب بنفس الطريقة. يعني لو احنا مثلا اقتصرنا بالشكل ده، فانت ممكن عادي ان انت تروح تغير او تبتدي ان انت تجرب اكتر من حاجة. وممكن كمان تبتدي ان انت تتدرب على ان انت تعمل حالات التحميل المختلفة. يعني انت اصلا لو ذاكرت كل مديول احنا بنبتدي ان احنا نتكلم عليه من الانتراكتيف كومبوننت او ايا كان الجزء اللي احنا بنتكلم عليه، ولو دمجتهم كلهم مع بعض او لو ماشي معايا بنفس التكنيك، انت مبروك عليك اي element ممكن تعمله في اليو اي، لان انت بتميكس ما بين معرفتك في كل جزء على حده. طيب هنا هقول له هنا upload photo، وهو مجرد ان هو يتك على الانبوت ده هيبتدي ان هو يفتح له البراوزر، اسف الجاليري بتاعه. وممكن طبعا تحط له زي بوتون صغير هنا، ما فيش مشكله، بس ما فيش داعي ان هو اصلا الانبوت ذات نفسه هيبتدي ان هو مجرد ان هو بيتك عليه بيبتدي ان هو يفتح له الجاليري الخاص بالموبايل. فده كان بكل سهوله حته الناس ازاي بابلود
الفايل تمام، ولكن كمان أنا ممكن لحظة ما بعد أو أثناء عملية الupload ممكن تخلّيها حتى task عليك، إن أنت تعمل شكل الprogress bar ده إن هو بيحصل كأن هو بيحمّل حاجة معيّنة، ولحظة ما بعد التحميل، يعني تعالَ كده هنا لو بصّينا، هنا أنا عندي لحظة ما قبل التحميل، دي طبعًا ممكن تبقى في ويب سايت تمام، أو طبعًا ممكن يبقى نعتبر أو ناخد بعض المشتقات منها طبعًا إن هي تنفع في الموبايل، هنا لحظة أثناء التحميل سهلة جدًا ما فيهاش أي حاجة، وبعد كده لحظة ما بعد التحميل تمام، وطبعًا أنت ممكن تفتح أي حاجة أو أي موبايل app بيبتدي إن هو ياخد منّك data معيّنة، وجرّب شوف الحالات ال3 حالة ما قبل التحميل، وحالة أثناء التحميل، وحالة ما بعد التحميل، وممكن بعد كده في أجزاء تانية نبقى نتكلّم باستفاضة على الحالات المختلفة للأنظمة أو المكونات. وبكده نكون إن إحنا خلّصنا أغلبية الحاجات خلاص اللي إحنا كنا محددينها في الsheet ده من الform input، كده يعتبر إن هو خلاص كمله، كل اللي عليّا إن أنا هابتدي آجي في الform أو الجزء اللي إحنا محددينه إحنا بننظّم فيه الحاجات دي، وحتى ممكن أبقى أشوف طريقةً ما إن أنا أوفّر بيها الlink الخاص الtwo frames دول، ولكن طبعًا هيبقى من غير الحلول النهائية، يعني خلّينا متفقين على ده. بحيث إن أنت ترتّب نفس الelement في نفس الframe اللي أنا كنت بابتدي إن أنا أرتّب فيه. بعد كده بابتدي طبعًا إن أنا آخُد بقى الinputs بتاعتي والحاجة بتاعتي، وأبتدي إن أنا أفتح كده الgrid بتاعي، وأبتدي طبعًا إن أنا أرتّب الحاجة زي ما كنت بابتدي إن أنا أرتّبها في الinteractive element. وزي ما أنتم شايفين أنا رتّبتهم أهو، يعني وقّفت بس كده الفيديو للحظات وابتديت إن أنا رتّبت العناصر بتاعتي، فبقى إن أنا عندي خلاص الinteractive component بالexercise بتاعتي اللي أنا عملتها بالأمثلة، كأني أنا باعمل ليهم كده زي documentation. بعد كده الform inputs ابتديت برضه إن أنا حطيتها بالشكل ده، طبعًا أتأكد إن الحاجة بداخل الframe أهي بالطريقة دي. وابتدي برضه ان انا انظم الحاجة بتاعتي، وهنا الدروب داون منيو طبعا ارقمها. بعد كده الاستيبر برضه هي عندي بالشكل ده، واحط تحتيها الحاجة الخاصة بيها. فطبعا يعني نظمهم بأيا كانت الطريقة، اتأكد بس ان الحاجة بتاعتك ان هي منظمة، وان التايتلز بتاعتك بداخل الفريم، وتبتدي كده ان انت تقسم الكومبوننت بتاعتك. وطبعًا دي برضه الcheck list بتاعتنا بتاعة الحاجة اللي إحنا خلّصناها. فأنا عايزك تتّبع نفس كده الوسيلة اللي إحنا بمعنى أصح ذاكرنا فيها كده مع بعض، وخلّصنا الinteractive element وخلّصنا برضه الform inputs بالشكل ده. وابتدينا إن إحنا نعمل مع بعض تغذية بصرية، وابتدينا إن إحنا نوظّف الtechniques المختلفة من الauto layout. وبالشكل ده نعتبر إن إحنا خلّصنا الجزء الخاص بالform inputs. طبعًا أكيد هيكون في inputs بأنواع تانية، ولكن أنا عايزك تبتدي إن أنت تتبنى إن أنت تحفظ المسميات دي، وتبتدي إن أنت تمشي فيها واحدة، واحدة. مرّة مع التانية هتلاقي نفسك إن أنت فعلًا قادر إن أنت تعمل clean design system، وإن أنت تكون راعيت في حتة التوحيد ما بين العناصر، وحتة استخدام التكنيكس المختلفة، وإن أنت بقيت مُدرك إن في حالات مختلفة لنفس الجزء أو نفس الelement اللي أنت بتصممه. وده كان نهاية الفيديو الخاص بالform inputs، ونلتقي على خير في فيديوهات تانية.